السلام عليكم. كنت قبل البارح جالس في مكان وكان معايا بعض الزملاء ومر شيء جميل من الطبيعة. في واحد من الزملاء الله يجزاه بالخير ملقوف، فالشيء هذا أعجبني ودهشني في النظر وراح البصر معه، وكان يسولف جنبي وماني ملقي له بال، فجرحني بكلمة كده وعكس الكلام اللي كنت ناوي أنا أقوله في المنظر هذا الرهيب وأتغزل وبقول أبيات شعرية. انعكس الكلام والشعر إلى معنى ثاني، إلى أبيات غير الأبيات اللي أنا كنت أبغاها وأتغزلها، وبديت أسيقها. وقال كلمة كده في البداية وأزعلتني، ثم رجع ثاني مرة قال لي قول ما شاء الله. فقلت له ماني بعايب ولا عياب، أتجمل الزين في خلقه، جمال الروح في الجسد وتجميل الشجر بأوراقه، سعة كون واستغفر الله ساعة مزونة ومن برقه، وعيد وتعوذ من الشيطان يتطرق له، من نظرة العينين في شوف واحد متفرقة، الكحل جمال العيون والطبيعة جمال البصر في رقه، جمال الغصن في وردة وشوف الفرق إذا تذبل ومحترقة، خلقها الله طبيعة جمال سنة الله في خلقه.